لان والله العظيم انت ممكن يكون وضعك في بلدك احسن من وضعك لما تيجي هنا وتشتغل ممرض. في التمريض مفيش حاجه اسمها انت بتختار تبقى بنت ماشيه في نص الليل في عز التلج نازل عليكي. الفيديو ده مهم جدا ليكي لو انت بنت وبتفكري مجرد تفكير انك تيجي تدرسي تمريض هنا في المانيا. وتعالي دلوقتي اقول لك ليه. الفيديو ده وارد انه يزعل صناع محتوى كتير مني، وفي ناس بالفعل صحابي منهم ممكن يزعلوا مني بعد الفيديو ده، بس انا شايف ان واجب عليا ومسؤوليه من مسؤولياتي ان انا انبه اي حد عن المعلومات دي، بما اني راجل بعمل فيديوهات وبنصح الناس من المانيا والكلام ده. طيب يا عم احمد طولت في الكلام، ايه الموضوع؟ الموضوع ان في حاجات اي بنت كعربيه مسلمه ناويه تيجي تعيش هنا في المانيا وتشتغل كممرضه لازم تكون عارفاها، ولازم تكون على درايه وعلم بكل التفاصيل اللي هنا. من اهم الحاجات اللي انت لازم تعرفيها ان هنا في المانيا في نسبه مسنين كبيره جدا، وانت ممرضه او ممرض لازم توفر لهم كل الاحتياجات اذا كان هو في احتياج لكده بسبب مرض. كلامك كله الغاز يا عمي، مش فاهمين منك حاجه. طيب وادي قاعده هنا في المانيا لو راجل كبير عجوز تعبان ومحجوز في المستشفى ومحتاج يخش الحمام زي بقيه البشر، والمريض ده مثلا راجل كبير تعبان ما بيقدرش يوطي ما بيقدرش يلف، ظهره تعبه، راجل لازم يتسند علشان يخش الحمام، لازم حد يقلعه، لازم حد يلبسه، لازم حد يشطفه، وهو اصلا هنا مفيش شطافه، بيستخدموا المناديل الورقيه. انا دلوقتي بتكلم مع اخواتي من غير كسوف ومن غير تزويق كلام ومن غير منظره وادعاءات. فانت كبنت عربيه مسلمه اتربيتي على عادات معينه، انت اللي تقرري هل حاجه زي كده بالنسبه لك تمام، بالنسبه لعقيدتك، لنظام تفكيرك، لاسلوب حياتك، لاي حاجه في حياتك. لازم تكوني عارفه المعلومه دي وبناء عليها انت تقرري اذا كان الموضوع ينفع ولا ما ينفعش، لان دي نقطه من حوالي 15 نقطه قريبين من الموضوع ده لازم كلكم تكونوا عارفينهم قبل ما تيجوا هنا. وانا ان شاء الله وعد مني هتكلم عن كل النقط دي وهخليكم عارفين كل حاجه قبل ما تيجوا هنا، لان للاسف اللي انا لاحظته ان في صناع محتوى كتير جدا درسوا تمريض هنا في المانيا، بعد ما خلصوا تمريض قرر اللي هو ينصح الناس ويديهم معلومات، بما انه واحد درس المجال ده وشايف ان في عدد كبير جدا نفسهم يسافروا لالمانيا ويدرسوا. فللاسف الشخص لما يجي يقول المعلومه بيقول لك على المميزات بس، يعني تلاقيه كاتب لك مرتبات التمريض، مميزات التمريض في المانيا، اقصر او سبيلدونج في المانيا، اسرع او سبيلدونج. طب هل الشخص ده ذكر ان مرتبات التمريض مش من اعلى المرتبات في المانيا، وان في مجالات تانية ممكن تدخل دخل اكبر من ده بكتير مطلوبه بشكل اكبر بكتير في المانيا؟ طب هل في حد ذكر انك لو بنت او شاب ايا كان من مهام شغلك انك تعتني بالمرضى؟ يعني وارد ان يكون في ست كبيره او راجل كبير محتاج يخش الحمام ومش قادر، فانت كبنت محتاجه تخشي معاه تلبسيه وتقلعيه وتشطفيه. ما قالش كمان ان في التمريض مفيش حاجه اسمها انت بتختار الشيفت اللي انت تشتغل فيه، يعني مفيش حاجه اسمها انا عايز اشتغل الصبح او عايز اشتغل بالليل، مفيش حاجه اسمها كده. عكس شغلانات ومجالات كتيره جدا في المانيا يبقى ليك شيفت محدد وثابت مش بيتغير، ولكن الشخص مننا ما بيقبلش على نفسه ان حد يعرف حاجه زي كده، يقول لك لا ما ينفعش اقول كده كده، لا ازاي انا اطلع اقول للناس عن مميزات التمريض مرتباته جميله، ازاي انا خلصته في كام شهر؟ والناس يعني اللي بتتفرج غلابه شايفين واحد بالفعل عايش في المانيا وبيعمل فيديوهات وبيحسوا انه شبههم شويه، يعني ما فيش فرق كبير ما بينهم، وبيتكلم وبيقول انا سافرت ودرست والسهوله والموضوع، فالناس تطير من الفرح تشير لبعضها في ثانيه الا ثانيه، فيقوم مزود على نفس الاسلوب اللي هو ايه التمريض ده حاجه جامده قوي، تعال اقول لك التمريض ده انا عملته ازاي، مميزات التمريض، تمريض سريع، تعال اقول لك انا اول واحد عملت مش عارفه ايه، والناس ممكن تيجي وتعمله بسهوله ويخلص وكل الكلام ده، بس اذكر التفاصيل. هو او سبيلدونج سهل سريع اي حد ممكن يعمله، اي حد بيتقبل فيه مفيش اي مشكله، بس مش اي حد هيقدر يتعامل ويتعايش مع ظروف العمل دي لفتره كبيره. في ناس والله العظيم بتتصدم لما بتعرف اللي هي المفروض تخش تشطف وتنظف الناس الكبار، وفي اوروبا وفي امريكا مفيش شطافات اصلا. قسما بالله ناس كانت بتتكلم معايا ما عندهمش فكره بالكلام ده نهائي. عندنا كمان في بلادنا في نخوه الراجل مننا ما يقبلش على زميلته الممرضه اللي هي تعمل حاجه زي كده، علشان لو حد هيقول لي طب ما في مصر في نفس الموضوع والممرضات بيعملوا كده، بس على الاقل في مصر ممكن توطي على زميلها تقصده يعمل كده، ممكن زميلها يقول لها خلاص انا اخش انا اعمل كده بلاش انت، في غيره على بعض وفي جدعنه ما بيننا وفي الكلام ده. هنا مفيش كده، تبقى
تبقي بنت ماشيه في نص الليل في عز التلج نازل عليكي من غير عربيه ومن غير رخصه ورايحه شغلك ومش قادره تغيري ميعاد الشيفت بتاعك علشان انت بتشتغلي كممرضه، وانت ممكن يكون باباكي في بلدكم ما كانش بينزلك تجيبي حاجه من الماركت اصلا. فيا جماعه استوعبوا الموضوع واستفسروا عنه بكل تفاصيله وبكل ابعاده، والمتناسب معاك متناسب معاك، مش متناسب معاك ما تبهدلش وتمرمط نفسك، لان والله العظيم انت ممكن يكون وضعك في بلدك احسن من وضعك لما تيجي هنا وتشتغل ممرض. هاجي انا بقى اقول لك تفاصيل زي كده عقدك مني اخليك ما تتابعنيش تاني؟ فازاي؟ ده للاسف اللي ناس كتيره جدا بتعمله. يهون عليه ان واحده بنت زي اخته تيجي هنا ويحصل معاها الكلام ده، ولا انه يوضح معلومه علشان شكله ما يبقاش وحش قدام صحابه في يوم من الايام. اوعى حد يفهم كلامي ده اللي انا مش عايزك تيجي، او انا مش بتمنى لك الخير، او انا بعقدك مثلا من البلد. انا عارف ان انا بتكلم مع ناس عاقله ودماغها كبيره، وعارف ان الفيديو ده هيفتح عليا فتحه اصلا بعد ما انزله، بس انا هنزله لان انا شايف اي اخ منكم زي اخويا الصغير، شايف اي اخت منكم زي اختي الصغيره. لو انا اقبل ان انا اختي الصغيره تيجي هنا ويحصل معاها كده من غير ما حد يفهمها، والله ما كنت هعمل لكم الفيديو ده. او لو انا اقبل ان اخويا الصغير يضحي بتضحيات كبيره جدا في بلده علشان في الاخر يجي يشتغل ممرض بظروف الشغل دي، والله ما كنت هعمل الفيديو ده. وانا والله العظيم لا بقلل من التمريض ولا من اللي بيشتغلوا في التمريض ولا من المهنه دي، بالعكس دي من اجمل المهن اللي موجوده في الدنيا، والممرضين دول بيبقوا فعلا اخواتنا في عز تعبنا. وكتر خير اي حد مد ايده لاخوه المريض بمساعده ايا كانت، سواء كانت وظيفته او مش وظيفته. ولكن انا فكرتي كلها في اللي انا عايزك تستوعب النقط دي، تبقى عارف الموضوع ماشي ازاي. تمام بالنسبه لك زي الفل مفيش اي مشكله، لكن ليك قواعد معينه في حياتك، ليك شريك حياه بيقبل حاجات معينه وبيرفض حاجات معينه، كل الحاجات دي ترجع ليك انت او انت. انا كده حاسس ان انا ضميري ارتاح. اتكلمت عن الموضوع ده بعد ما قعدت افكر كتير، لاني الصراحه مش عايز اتكلم عن اي حاجه سلبيه، او مش عايز اتكلم بالاسلوب السلبي. عايز دايما افرجكم حاجات جميله وترفيهيه ونشوف ثقافات وحاجات تبسطنا، بس غصب عني، لان انا شايف ان انا مسؤول من اي حد بيتابعني. بما اني قررت ان انا اعمل محتوى واشارك معلومات ونصايح عن السفر واوروبا والحياه في المانيا، يبقى انا هنقل لك الصوره زي ما هي، لا هزوقها ولا هنطلعها وحشه ونكذب على الناس. المعلومات هتوصل لكم زي ما هي. في اخر الفيديو لو ليك اي سؤال او اي استفسار اكتبه لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد على كل تعليقاتكم. وقول لي هل كنت تعرف المعلومات دي عن التمريض قبل كده ولا لا.